نور الدين الطبوبي. أين اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل؟ كي نرجع لصفحة الاتحاد العام التونسي للشغل نلقاو بعض اللقاءات اللي قاعدة تصير. نلقاو مثلا أنه نور الدين الطبوبي استقبل رئيس منظمة العمل العربية، هذا يهبطوه نهار الجمعة على الصفحة الرئيسية للاتحاد أو الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل. نلقاو زادة الأمين العام نور الدين الطبوبي التقى بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. كما زاد نلقاو مباشر اليوم 10 متاع الصباح من الجزائر في افتتاح المؤتمر 12 للمنظمة النقابية الإفريقية في العاصمة الجزائر تحت شعار تعزيز دور النقابة لمواجهة تحول العمل والتحديات الجديدة في إفريقيا. لكن التحركات هذه اللي نشوفوها على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل تخلينا باقي نتسائلوا اليوم أين نور الدين الطبوبي اليوم في كل ما يحدث في البلاد؟ هو الاتحاد أساسا معني بالوضع الاجتماعي اليوم إعلاميا. أين الاتحاد وأين أمينه العام؟ أين نور الدين الطبوبي؟ هل الاتحاد اليوم راضي على الوضع الاجتماعي في البلاد أم أن سكوته وهل أن سكوته يعني الرضا أم يعني أنه ما زال يناضل في صمت؟ مع العلم ما بين قوسين أنه جامعة التعليم الثانوي عملت اجتماع وذكرت الوزارة بضرورة تفعيل مطالب القطاع والعودة لطاولة الحوار. كي نسألوا على نور الدين الطبوبي وينه اليوم إعلاميا والاتحاد اليوم وينه إعلاميا، نمشيو زادة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسمير مجول، وينهم هما زادة اليوم في تونس؟ نلقاو الشعب فيها فئة شغيلة وفئة مشغلة، والزوز هذوما نور الدين الطبوبي وسمير مجول الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هم المسؤولين رقم 1 والفاعلين بالنسبة للفئتين هذوما. لاحظنا الغياب اليوم متاع الاتحادين اليوم عن الأوضاع وعن الأحداث اللي قاعدة تتوالى في البلاد. هل هذا الغياب عادي أم أنهما ما زال يناضلان في صمت؟ نمشي توا